تعالوا اوريكم بعمل ازاي طاجن لسان العصفور باللحمة. طعمه بيطلع حلو جدا واللحمة طرية بجد تحفة. الطاجن ده ممكن تعملوه بلحمة مسلوقة عادي، بس انا بحب اعمل اللحمة بطريقة مختلفة شوية بتطعم قوي الطاجن. اول حاجة بعملها في حلة بحط زيت مع معلقة سمنة واشوح فيهم بصلة متوسطة كده ومعلقة توم. بعد ما يتشوحوا مع بعض بحط عليهم مكعبات اللحمة، وبزود عليه المستكة والحبهان وورق اللورة. كمان انا بحب احط عود قرفة، بس ده اختياري مش اجباري خالص. تقلبوا مع بعض لحد ما اللحمة تتشوح من كل الجهات كده. وبحب كمان احط معاه معلقة جنزبيل، بس اجان مش لازم خالص تحطوا معاه الجنزبيل المفروم ده. بغطي على اللحمة وبسيبها تنزل ميتها، وبعدين بعد شوية كده لما تنزل جزء من ميتها بفتح عليها وبحط لها فلفل اسود وبهارات ال7 بهارات. وكمان بحب احط لها جوز الطيب، بس برضو جوز الطيب اختياري مش اجباري. وبقلبها مع بعض كويس، وبعدين بشيل عود القرفة وبشيل الحبهان وورق اللورة علشان لما تستوي اللحمة واحط عليها لسان العصفور ما يبقاش الطاجن فيه الحاجات دي. وبعدين بغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي. لما تبدأ تدخل في السوا بزود عليها مرقة، بس انتوا ممكن تزودوا عليها ملح بدل المرقة. وبحط لها كمان معلقة صلصة، وكل ده بيكون على نار متوسطة. بهدي النار بقى شوية وبسيبها تفضل تتسبك واقلب فيها كده كل شوية عشان بس ما تلزقش، عشان ما تشربش ميتها قوي وتلزق. وبفضل اقلب فيها لحد ما تتسبك كويس واللحمة تشرب معجون الطماطم او الصلصة اللي حاطينها. تسيبوهم بقى لحد ما يتسبكوا مع بعض كويس قوي، وبعدين تحطوا شوربة او كوباية مية وتغطوا عليها وتسيبوها لحد ما تخلص سوا خالص. وهي بقى اللحمة بتستوي هنبدأ نجهز لسان العصفور. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحمر لسان العصفور في شوية زيت او زيت مع سمنة زي ما تحبوا. في ناس بتحمر لسان العصفور في زيت كتير قوي قوي، انا ما بعملش كده. انا بحط شوية زيت بس وبحمر فيهم لسان العصفور لحد ما يبقى لونه زي ما انتوا شايفين كده، لونه يتغير اللي هو زي ما يكون للشرب. بتبل بقى لسان العصفور، بحط له برضو فلفل اسود وبهارات، وممكن تحطوا له كمان مرقة او ملح زي ما تحبوا. وبحط له كمان معلقة صلصة او معلقة انا حاطة معجون طماطم مش صلصة طماطم. وبزود مية وافضل ازود مية عليه لحد ما يستوي. بغطي لسان العصفور وبسيبه يكمل سوا لما يستوي خالص. زي ما قلت طبعا كل ما هيحتاج مية هنزود مية لحد ما نلاقيه دخل في السوا خالص. لما يخلص لسان العصفور وتبقى كمان اللحمة استوت، هنحط الاتنين على بعض ونقلبهم مع بعض كويس قوي، نظبط الملح ونظبط كل التوابل. وبعدين حطيت له كمان كوباية مية، ممكن تحطوا كوباية شوربة بدل المية، وتقلبوه مع بعض كويس تسيبوه يتسبك كده حوالي 5 دقايق 10 دقايق بس. بعد 5 دقايق كده لما يتسبكوا مع بعض كويس تحطوهم في الطاجن او في الفخار، وتحط عليهم نص كوباية مية معاها معلقة برضو معجون طماطم او صلصة او اي حاجة، او ممكن تحطوا شوربة. وترشوا عليه رشة بقدونس ناشف. لو عندكم بقدونس فريش يبقى رشوه بعد ما الطاجن يطلع. تدخلوه الفرن، يبقى فرن سخن قوي لحد بس كده ما يتسبك مع بعضه كويس. هياخد حوالي ربع ساعة تلت ساعة. لو الوصفة عجبتكم اعملهم لايك، وطبعا سبسكرايب في الشانل، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بالهنا والشفا.